السلام سمبوسه. عليكم. تعالوا النهاردة هنعمل سمبوسة بطريقة حلوة جدا، طريقة مظبوطة وإن شاء الله هتعجبكم. وأهم حاجة مقاديرها مظبوطة 100%. هننزل في بولة بحوالي نص كيلو من الدقيق ويكون متعدد الاستعمال. هننزل عليه برشة من الملح، ربع معلقة من البيكنج باودر، وده أساسي كمان في العجينة. وهننزل حوالي كمان بنص كوباية من السمنة، وتكون السمنة مذابة. نبدأ ننزل عليها على الدقيق، وبعد كده نبدأ نقلبهم أو نفركهم بإيدينا لحد لما الدقيق يتشرب من السمنة كويس. نبدأ نبصمهم بإيدينا. لو اتبصموا يبقى احنا كده ماشيين صح. بعد كده هننزل بحوالي كوباية من المية الدافية. نبدأ نقلب كويس جدا لحد لما العجين يتشرب من المية كويس. نبدأ نعجن عجين، وتكون اهم حاجة ان العجينة تكون ناعمة في ايدينا. ولو احتاجنا طبعا مية ممكن ننزل بالمية كمان حوالي ربع كوباية. لو محتاجناش خلاص على حسب الدقيق. هنغطيها وهنسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. وبعد نص ساعة نبدأ ننزل حوالي رشة من الدقيق، وبعد كده نبدأ نفردها بالنشابة أو بإيدينا. بس أهم حاجة سمكها يكون رفيع مش تخين. بعد كده نبدأ نشكلها بأي حاجة متوفرة عندنا، وبعدين هنشيل الزوايد وهنسيبها في جنب لحد لما ترتاح وهنستخدمها تاني. نبدأ ناخد قطعة قطعة، وطبعا هنحشيها أي على حسب الرغبة. يعني أنا حشيتها ميكس جبن، وحشيتها كمان قطع الفراخ بالجزر، ممكن لحمة مفرومة، ممكن سبانخ، ممكن المتوفر عندنا أو حسب ما احنا بنحبها وحسب رغبتنا كمان. دي طريقة بالقطاعة بتاعت السمبوسة. ممكن لو مش متوفر عندنا القطاعة ديت ممكن نستخدم الشوكة عادي جدا. وبعد كده زي ما انا بوريكم اللي انا ممكن نستخدمها، او ممكن نستخدم اي حاجة متوفرة عندنا. بس السمبوسة بيبقى على اشكال. بعد كده هننزل في الطاسة ويكون فيها زيت غزير. واهم حاجة اللي تكون النار متوسطة مش عالية، علشان يبدأ السمبوسة تتحمر كويس جدا وتدينا القرمشة اللي احنا عايزينها. وبعد كده نقلبها على الجهة التانية لحد لما تاخد اللون الذهبي الحلو ده. نبدأ نشيلها على ورق مناديل أو نشيلها على ورق مطبخ. وبجد دي أحلى وصفة ممكن نعملها للسمبوسة بطريقة موفرة جدا. وبجد هتطلع معاكي مقرمشة، وكمان هتقعد وقت كبير مقرمشة، لأنها احنا عاملينها بمقادير مظبوطة. وألف هنا وشفا على قلبكم، واشوفكم في وصفة تانية. وعايزة اوريكم كمان ازاي لما قعدت شوية لسه مقرمشة معانا، وكمان الجبنة لسه بتمط. اشوفكم على خير في وصفة تانية. مع السلامة.